انا في كلمتين لو كتمتهم اكتر من كده هموت. اولا ربنا يرحم احمد رفعت ويدخله فسيح جنات ويصبر اهله ووالدته واخوه. اذا كان احنا مش عارفين ننام ولا نشتغل، فما بالك باهله دول ووالدته. وعلى فكرة انا اي شغل معروض لي في اي منصة او اي قناة او اي حاجة ده كله كان قبل وفاة احمد رفعت. طيب انا الكلمتين دول انا هقولهم علشان يمكن الناس دلوقتي ضميرها صحي بعد اللي حصل للاعب احمد رفعت، ربنا يا رب يرحمه. والناس ممكن تبقى قادرة تسمع الكلام ده دلوقتي. انا عارفة ان اللي حصل لاحمد رفعت حصل بسبب اشخاص، مش بسبب جماهير ولا سوشيال ميديا. ولكن انا هنا بتكلم على فكرة الضغط عامة اللي بتوصل للقهر وللموت. والحقيقة ان انت كمشجع للاهلي بقى ولا للزمالك، كمشجع لكرة القدم المصرية، انت قاعد فاكر نفسك انك ليك حق عند كل واحد داخل المنظومة الرياضية بقى، سواء كان لاعب كورة او غيره. فاكر انك ليك حق وليك ان انت تأذي براحتك لمجرد ان اللاعب ده ساب النادي اللي انت بتشجعه وراح نادي تاني، كأنه كفر خلاص. لمجرد ان اللاعب ده قال حاجة مش عاجباك، بتبدأ تمارس ضغط رهيب على اللاعب ده وتشتم وتأذي وتستخدم السوشيال ميديا بأبشع طريقة استخدام ممكنة. وفي صفحات طبعا بتاخد فلوس علشان تأذي حد وتقهره، وبعد ما تخلص اللي انت كتبته ده تدخل تنام عادي، ولا بقى فارق لك ان انت دلوقتي مدمر نفسية انسان وقاهر عيلته. وكلمة قهر دي كبيرة قوي، وإلا ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال. فانت بتقهر عيلة كاملة، مش شخص واحد، اب وام واخوات ويتعبوا على نفسية ابنهم، ولا انت فارق لك. انت كتبت الكلمتين ودخلت نمت. فالضغط اللي عانى منه احمد الله يرحمه عانى منه لعيبه كتير زي شيكابالا ورمضان صبحي ومحمود علاء واحمد فتحي وغيرهم. ومش لعيبه كوره بس، يعني يمكن انا واخده الموضوع على قلبي قوي عشان انا شخصيا اتحطيت في الضغط ده من فتره، واعتقد معظم حضراتكم عارفين الموضوع ده. وكل ده عشان كنت بتحاسب على كلمه قلتها من 6 سنين. فانا عارفه يعني ايه شخص يكون مقهور، عارفه يعني ايه شخص يكون بيشوف على نفسه كلام كل يوم يوجع قلبه وهو عارف ان هو مظلوم. واتحطيت في ده في سن صغير جدا. مش مهم بقى، مش فارق مع الناس بقى انا حاربت قد ايه عشان اوصل لحلمي من غير واسطة، مش مهم انا بتقي ربنا في شغلي ولا لا، مش مهم انا اهلي هيبقوا عاملين ازاي على نفسيتي اللي متدمرة. كل ده مش مهم. المهم ان حد ملوش اي 60 لازمة قاعد على السوشيال ميديا يتحكم في نفسية وفي مصاير ناس. وكل ده عشان ايه؟ عشان التعصب اللي بقينا فيه. والكلام ده على فكره ليا انا كمان، انا عشان اتقي ربنا اكتر في شغلي، علشان ما انتقدش حد، بما ان ليا كلمه مسموعه، بما ان ليا ناس بتتابعني، ما استغلش ده ان انا اذي انسان واذي نفسيته. فالحقيقه انا واخده الموضوع على قلبي قوي عشان ناس كتير من اللي اتعرضت للضغط ده وانا من ضمنهم كان ممكن فعلا الضغط ده والقهر ده يوصل للموت. واقسم بالله انا اعرف ناس اتعرضت للضغط ده كانت بسبب تعصب الجماهير. برضو كانت وهي داخله تنام بتقول، بتدعي ان هي ما تصحاش. فانت متخيل انت ممكن تبقى بتدمر شخص لاي درجه. الحقيقه انا كان عزائي الوحيد بيبقى اني بقول لنفسي ان يوم القيامه لما اقف قدام رب العالمين مش هيسالني انت اهلاويه ولا زملكاويه. ربنا مش هيسال رمضان صبحي انت ازاي كنت اهلاوي ورحت بيراميدز. دي مجرد لعبة يا جماعة، مش مستاهلة كل التعصب ده، مش مستاهلة ان انا اذي حد بالشكل ده. انتوا مش عارفين الناس دي اصلا مضغوطة في حياتها ازاي، عليها ضغوطات عاملة ازاي ومشاكل قد ايه في حياتها. فتبقاش انت كمان ولا انا كمان جايين على الشخص ده، يعني ما نبقاش احنا كمان نيجي على اللي مننا. ليه تيجي على حد شبهك، حد كافح وتعب واتمرمط علشان يوصل لحلمه؟ مش يعني ما اتولدش لقى الطريق مفروش بالورد، وانت في الاخر تيجي تدمره بكلمة منك على السوشيال ميديا. ربنا عارف اثر الكلمة عاملة ازاي على نفسية الانسان، وعشان كده قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم بانك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انا عارفة ان الناس دلوقتي ضميرها صاحي شوية علشان اللي حصل، وفي اللي ندمان. انا شايفة ناس في البيجز بتكتب او صفحات الكورة ان هم ندمانين ان هم اذوا كذا او قالوا على اللاعب ده كذا او على غيره كذا. بس اتمنى ما يكونش الموضوع مجرد ترند يومين وهيخلص ونرجع للتعصب الاعمى ده تاني. انا عملت اللي عليا ومش حابه اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. بس افتكر ان كل كلمه بتقولها وبتكتبها وبتأذي بيها غيرك وبتنساها، ربنا ما بينساهاش وهتتحاسب عليها. شكرا.